هو ليه أمريكا بتقلق طول الوقت من برنامج إيران النووي؟ ولو عندك علماء وفلوس ويورانيوم يبقى إيه اللي يخلي تصنيع قنبلة نووية ياخد كل السنين دي؟ الإجابة حاجة أصعب بكتير مما الناس تتخيله. أنا دكتورة هند السرفي ودي قصة النهاردة. الفكرة الأساسية إن السلاح النووي ما بيعتمدش بس على وجود اليورانيوم، لكن على نوع محدد جدا منه موجود في الطبيعة بنسبة ضئيلة جدا. من هنا بتبدأ واحدة من أعقد العمليات الصناعية في العالم، وهي تخصيب اليورانيوم. لكن المفاجأة إن اليورانيوم نفسه مش مادة نادرة زي ما ناس كتير متخيلة. هو موجود في الطبيعة عادي جدا في الصخور والتربة وفي أماكن كتير جدا في العالم كله. يعني المشكلة مش إن اليورانيوم مش موجود، لكن المشكلة إن اليورانيوم اللي بنطلعه من الأرض مش هو نفسه اللي ينفع يستخدم مباشرة في تصنيع القنبلة النووية. لما اليورانيوم بيتم استخراجه بيمر بمراحل معالجة لحد ما يوصل في صورة مسحوق أصفر معروف باسم اليلو كيك أو الكعكة الصفراء. ولحد هنا ممكن تفتكر إن أهم خطوة خلصت، لكن الحقيقة إن هنا بداية المشكلة، لأن اليورانيوم الطبيعي مش نوع واحد بس، هو عبارة عن خليط من نظائر أهمهم نوعين: يورانيوم 238 ويورانيوم 235. يورانيوم 238 هو الأغلب وموجود بنسبة كبيرة حوالي 99.3% من الخليط، أما اليورانيوم 235 فده النسبة الضئيلة وموجود تقريبا حوالي 7% من الخليط كله. لكن هو الأهم هنا لأنه النظير القابل للانشطار، وهنا احنا بنتكلم في نسبة أقل من 1% من الخليط كله، وعلشان كده بيظهر التحدي الحقيقي. مشكلة مش انك تستخرج اليورانيوم من الارض، المشكلة انك تفصل ال 235 عن ال 238، وده مش سهل اطلاقا. هتسألني ليه؟ لاننا هنا مش بنفصل مادتين مختلفتين زي الزيت والمية، احنا تقريبا بنحاول نفصل نفس العنصر عن نفسه. الاتنين شبه بعض بشكل هائل في خواصهم الكيميائية، والفرق الاساسي بينهم هو فرق صغير جدا في الكتلة، لكن الفرق الصغير في الكتلة ده هو الخيط الوحيد اللي ممكن العلماء يشتغلوا عليه. ومن هنا بتيجي عملية اسمها تخصيب اليورانيوم. طب يعني ايه تخصيب اليورانيوم؟ ببساطة شديدة انك ترفع نسبة اليورانيوم 235 داخل الخليط، وقبل ما يقدروا يعملوا ده لازم يحولوه لغاز. وهنا ركز معايا لان بيجي سؤال مهم جدا: طالما اليورانيوم بقى في صورة باودر ليه ما يفصلوهوش وهو باودر وخلاص؟ ليه يحولوه لغاز اصلا؟ الاجابة ان المادة وهي صلبة الذرات او الجزيئات ما بتبقاش حرة الحركة بالشكل اللي يسمح بفصل نظيرين الفرق بينهم في الوزن صغير جدا. يعني وانت عندك مادة صلبة مش هيبقى عندك المجال اللي يخلي التقيل يروح في ناحية والأخف يروح في الناحية التانية بشكل واضح. طب ليه ما يتحولش لسائل مثلا؟ وده لأن السائل برضو مش هو الشكل الأمثل للفصل الدقيق جدا المطلوب في العملية دي، يعني نفس مشكلة الباودر تقريبا. أما في الصورة الغازية الجزيئات بتتحرك بحرية أكبر، وده بيدي فرصة إن فرق الكتلة الصغير جدا بين النظيرين ده يبدأ يظهر تدريجيا مع أجهزة الطرد المركزي. الغاز هو الشكل اللي بيسمح أصلا إن عملية تخصيب اليورانيوم تبقى ممكنة، وعلشان كده اليورانيوم بيمر بمراحل كيميائية معقدة لحد ما يتحول لغاز معروف باسم سادس فلوريد اليورانيوم، وده غاز مهم جدا في التخصيب، لكن في نفس الوقت هو مادة خطيرة جدا شديدة السمية والتآكل، بتاكل أغلب المعادن تقريبا، وبتحتاج بنية تحتية مخصوصة جدا وأنابيب ومضخات وصمامات ومواد تتحمل الظروف دي. بعد كده بيبدأ الجزء اللي الناس بتسمع عنه دايما، وهو أجهزة الطرد المركزي. الغاز ده بيدخل جوه اسطوانات طويلة جدا بتلف بسرعات هائلة زي الغسالة كده، وعند السرعات دي بيبدأ يظهر فرق بسيط جدا في توزيع الجزيئات الأثقل مقارنة بالأخف. لكن هنا برضو في نقطة مهمة جدا: كل جهاز من الأجهزة دي ما بيعملش المعجزة. يعني بدل ما تكون نسبة اليورانيوم 235 حوالي 7% بعد أول جهاز طرد مركزي، ممكن تعلى حاجة بسيطة جدا. وحاجة بسيطة جدا هنا هي كلمة السر في كل القصة، لأن معناها أنك مش محتاج جهاز واحد ولا 10، أنت محتاج شبكة ضخمة جدا من أجهزة الطرد المركزي، وتكون متوصلة ببعض على مراحل متتالية. كل مرحلة بترفع النسبة بدرجة صغيرة، وبعدها تنقلها للمرحلة اللي بعدها ثم اللي بعدها ثم اللي بعدها، وعشرات ومئات وآلاف المرات من التكرار. علشان كده تخصيب اليورانيوم مش مجرد خطوة، ده مشوار طويل جدا من الدقة والبطء والتكلفة والخطورة. طب محتاجين نرفع نسبة 7% دي لحد كام مثلا علشان نخلص بقى؟ هنا لازم نفهم ان التخصيب له درجات حسب الغرض. لو الهدف تشغيل محطة طاقة نووية فعادة التخصيب بيكون في حدود من 3 ل 5%، وفي بعض الاستخدامات البحثية أو العلمية ممكن النسبة توصل لحوالي 20%. أما لو بتتكلم عن مادة ليها حساسية عسكرية عالية فاحنا بنتكلم عن نسب أعلى بكتير جدا، وغالبا بتتجاوز 90%. لكن هنا في نقطة ناس كتير جدا ما تعرفهاش: أثناء مرحلة التخصيب ورفع نسبة اليورانيوم 235 الوصول ل 20% مش معناه انك خلصت 20% من المشوار وباقي 80% بس، لأن أصعب جزء في تخصيب اليورانيوم بيكون في المراحل الأولى، وانت بتحاول تطلع بنسبة اليورانيوم
اليورانيوم 235 من مستواه الطبيعي الضئيل جدا إلى مستوى أعلى، لكن لما توصل بالفعل لنسبة 20% فأنت مش بتكون في بداية الطريق، أنت بتكون عديت نقطة مهمة جدا قلبت الموازين. يعني من اللحظة دي رفع نسبة تخصيب اليورانيوم بعد كده بيبقى أسرع وأسهل نسبيا بشكل كبير جدا من البداية، ومش محتاج نفس الوقت ولا نفس المجهود اللي انت احتاجته في المراحل الأولى. وعلشان كده لما دولة بتوصل لنسب تخصيب مرتفعة المجتمع الدولي بيبدأ يقلق جدا، وده لأن معناه انها قطعت بالفعل جزء كبير ومهم جدا من الطريق التقني. لكن هل لو دولة وصلت لمادة عالية التخصيب يبقى كده عندها قنبلة نووية؟ وهنا الغلط اللي ناس كتير بتقع فيه، انهم يفتكروا ان الوصول الى يورانيوم 235 بنسبة 90% معناه ان القنبلة بقت جاهزة، لكن الحقيقة ان دي مش نهاية الطريق، دي بتبقى بس نهاية مرحلة المادة. اما بعد كده فبيبدأ طريق تاني اصعب بكتير، طريق التصميم والتصنيع عالي الدقة والهندسة المعقدة وانظمة التفجير وضمان ان كل شيء يشتغل في اللحظة المناسبة بالظبط. يعني ببساطة امتلاك المادة لا يساوي امتلاك السلاح، وده بالظبط السبب اللي بيخلي العالم ما يقلقش فقط من تخصيب اليورانيوم، لكن يقلق برضه من كل ما قد يأتي بعد التخصيب. ولو بصينا للتاريخ هنلاقي ان حتى الولايات المتحدة نفسها اللي هي تعتبر اسرع دولة في التاريخ وصلت لاول سلاح نووي احتاجت لمشروع ضخم جدا اسمه مشروع مانهاتن. المشروع بدأ سنة 1942 واول تفجير نووي ناجح كان 1945، يعني حوالي 3 سنين، وده كان في ظروف استثنائية جدا، يعني حرب عالمية، ميزانية مفتوحة، تعبئة صناعية هائلة، وافضل العقول العلمية في العالم تقريبا، واسماء علماء كتير مشهورين جدا ارتبطت بالمشروع ده. وده يوضح اننا مش بنتكلم عن عالم واحد عبقري لوحده، لكن عن تجمع هائل من كبار العلماء شغالين داخل مشروع دولة كاملة. اكتر من 130 الف شخص شاركوا في المشروع بميزانية عدت ال 2 مليار دولار وقتها، وده رقم ضخم جدا بمقاييس الزمن ده. وده يوضح لك ان الوصول لسلاح نووي مش مشروع معمل صغير ولا مشروع عالم عبقري لوحده، ده بيبقى مشروع دولة كاملة. وفي نقطة أخيرة مهمة، هل تفتكر ان اليورانيوم هو الطريق الوحيد لتصنيع قنبلة نووية؟ الحقيقة ان في مادة تانية مشهورة جدا وهي البلوتونيوم 239، ودي اللي اتصنع منها قنبلة اترمت على اليابان واطلق عليها اسم الفاتمان او الرجل البدين. والفرق الجوهري هنا هو ان اليورانيوم عنصر طبيعي موجود في الارض، اما البلوتونيوم 239 فمش مادة خام بتطلعها من المناجم بنفس الفكرة، لكن بيتكون اساسا داخل المفاعلات النووية نتيجة لتحولات نووية لمواد موجودة بالفعل. طب هما بيكونوه ازاي؟ فاكرين اليورانيوم 238 اللي اتكلمنا عنه في الاول؟ هو ده سر البلوتونيوم 239. داخل المفاعل النووي جزء كبير من الوقود بيكون يورانيوم 238، ولما النظير ده بيلتقط نيوترون بيبدأ يدخل فيه سلسلة تحولات نووية بتنتهي بتكوين البلوتونيوم 239، وبعدين يتم فصله بعد كده بعمليات كيميائية معقدة وخطيرة جدا. وفي مشروع مانهاتن الامريكان ما اشتغلوش على مادة واحدة بس، لكن اشتغلوا على طريقين مع بعض، اليورانيوم والبلوتونيوم، وده لانهم ما كانوش يملكوا رفاهية انتظار طريق واحد بس، فاشتغلوا على اكتر من باب في نفس الوقت علشان يضمنوا الوصول للسلاح قبل انتهاء الحرب. والسبب ببساطة انهم وقتها ما كانوش ضامنين اي طريق فيهم هيكسب السباق الاول، فبدل ما يعتمدوا على خيار واحد ويتفاجئوا انه ابطأ او اصعب او غير مضمون، فتحوا اكتر من مسار في نفس الوقت، وده علشان يزودوا فرص النجاح. طريق اليورانيوم كان صعب جدا في التخصيب، لكن تصميم القنبلة نفسها كان ابسط نسبيا. اما البلوتونيوم فكان ممكن انتاجه داخل المفاعلات النووية، لكن تصميم القنبلة كان اصعب واكثر تعقيدا. يعني باختصار هم صنعوا قنبلة من اليورانيوم وقنبلة من البلوتونيوم، وده لانهم ما كانوش يملكوا رفاهية انتظار طريق واحد بس، فاشتغلوا على اكتر من باب في نفس الوقت، وده علشان يضمنوا الوصول للسلاح قبل انتهاء الحرب. وفي النهاية السلاح النووي مش مجرد يورانيوم، هو طريق طويل من العلم والتخصيب والهندسة والتصنيع والسرية والصبر. يعني باختصار امتلاك اليورانيوم لا يعني امتلاك سلاح، والوصول لنسب عالية لا يعني ان القنبلة بقت جاهزة، بس المجتمع الدولي بيقلق شوية. انا دكتورة هند السرفي، ودي كانت قصة النهاردة.